بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة هيكون درسنا عن كيفية السؤال عن الأشياء المفضلة لدى شخص. لما تكون حابب ان انت تعرف الأشياء اللي شخص بيفضلها، يا ترى هتسأله تقول له ايه؟ أول سؤال هيكون what's your favorite، ده السؤال الأساسي، يعني ما هو المفضل لك. السؤال ده ممكن ان انا استخدمه اكتب اي اسم بعد كلمة favorite اللي أنا هسأل عليها، زي إيه؟ أقول what's your favorite color، ما لونك المفضل، ما لونك المفضل. الإجابة هتكون my favorite color is blue، يعني لوني المفضل يكون اللون الأزرق. طيب لو أنا هنا هسأله على الطعام المفضل، هقوله what's your favorite food، يعني ما طعامك المفضل. هيقول my favorite food is pizza، يعني طعامي المفضل يكون البيتزا. طب لو انا حبيت اسأله عن المادة الدراسية المفضلة، هقول what's your favorite subject، يعني ما المادة الدراسية التي تفضلها او المفضلة لك. هيكون الإجابة بتاعته هيقول my favorite subject is English، يعني المادة الدراسية المفضلة ليه هتكون الإنجليزي. طب لو سألته قلت له what's your favorite sport، ما هي رياضتك المفضلة، هيرد ويجاوب هيقول لي my favorite sport is football، يعني رياضتي المفضلة تكون الفوتبول. وفي النهاية ممكن أقول له what's your favorite hobby، ما هي هوايتك المفضلة أو التي تفضلها. هيرد يقول my favorite hobby is drawing، يعني هوايتي المفضلة تكون الرسم. يعني أفهم من كده إن السؤال أو التركيبة أقول what's your favorite والشيء اللي أنا هسأل عليه، وهيكون الإجابة أقول my favorite والشيء اللي أنا سألت عليه is يكون، واكتب الحاجة اللي أنا سألت عليها والإجابة المطلوبة مني. وبكده أقدر أعرف المفضل لدى شخص وإزاي أرد عليه.